وصفة النهاردة بقى من الآخر، وصفة 3 في 1. الكراميل ممكن تعملي منه صوص، ممكن تعملي منه جناش، ممكن تعملي منه روزيت. هي وصفة واحدة هنعمل بيها كل الحاجات دي، بس في مكونات بقى هنشيلها مكونات هنحطها وكده. ركزوا بقى معايا عشان هو الفيديو صغنن اصلا مش كبير. انا جبت حلة كزرونة اي حاجة على النار، حطيت فيها كوباية سكر عادي. سبتها على النار متوسطة، لا هي عالية قوي عشان ما تحرقش الكراميل وتخليه غامق، ولا هي واطية خالص فنفضل واقفين قدامه كتير. اهم حاجة عينينا ما تتحركش من عليه لان هو في ثانية هيتحرق. اديت تقليبة بالسباتلا. ما تقلقيش خالص، في ناس ما بتقلبش الكراميل لغاية لما السكر كله يدوب، بس لا انا بحب اقلبه عشان كله يبقى لون واحد. كده كده هنوصل لمرحلة ان كل السكر اللي قدامنا اللي كلكع ده هيدوب خالص. هكون مجهزة معايا ربع كوباية مية أو لبن، بس بدرجة حرارة الغرفة. عليها معلقتين لبن بودرة ومعلقة كريم شانتيه. ممكن تخلي المقدار كله لبن بودرة، بس ما ينفعش تخلي المقدار كله كريم شانتيه. قلبت. بصي السكر بدأ يدوب ازاي وابتدى يدي لون خفيف كده. انا هغمقه سنة عشان كنت عايزاه الحاجة تبقى اغمق. ممكن تطب هنا ونحطي بقى هنكون كمان مجهزين معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة عشان لو هي ساقعة السكر هيرجع يتماسك تاني معايا وهيضايقني. هدي تقريبا. طبعا لو في اطفال معاكي في المكان ياريت يرجعوا لورا شويه عشان الفقره دي مش بتاعت اطفال. الكراميل في ثانيه ممكن يفور. حطينا اللبن بصي عملت ازاي. وياريت تختاري حله سرعه عالي شويه عشان تبقى امان حبه كمان، وما تقلبيش اول ما تحطي البتاع لان ايدك هتتحرق. انا حطيت هنا مكعب شوكولاته بيضه. هنا الوصفه لو هنعمل روزيت لغاية الشوكولاتة البيضاء. أنا هنا حطيت معلقتين كبار شوكولا قشطة مبسترة اللي هي من السوبر ماركت مش من عند بتاع اللبن. علشان أنا كنت عايزة صوص يبقى وسط كده، لا هو خفيف ولا هو تقيل. طب أنا عايزة أعمل بيه روزيتات، خلاص هنقف عند الشوكولاتة البيضاء وما احطش القشطة. طب أنا عايزة صوص، ممكن تزودي نص كوباية، تزودي ربع كوباية اللبن الأولانية، لا تخليها نص. ده شكله وهو لسه دافي، يعني يفترض ان هو لما يبرد كمان هيتقل اكتر من كده. ده الشكل بتاع تعملي بيه دريبنج على التورت، تعملي بيه تحطيه كصوص، مفيش مشاكل خالص منه. الوصفة سهلة وسريعة. هستنى تطبيقاتكم. باي باي.